النهارده اول يوم ليك في الشغل الجديد. وبالمناسبه الشغل الجديد ده هو اول شغل ليك بعد التخرج. خلاص نسينا تعب الحياه الجامعيه والدراسه وكل ده، وخلاص بدانا ناخد شغل، واول شغلانه ليك الحمد لله، وهتبدا كده الحياه تمشي معاك وتاخد فلوس والحياه تبقى حلوه معاك. دخلت الشغل، فتحت اللابتوب بتاعك عشان تبدا تنجز اول شغلانه ليك، وفجاه اتفاجئت ان كل اللي درسته في الجامعه والحياه الجامعيه مش كافي عشان تنجز الشغل المطلوب منك. دي صدمة كلنا بنتعرض ليها، صدمة بتقابلك في أول يوم شغل ليك بعد التخرج. فيا ترى إزاي نتعامل مع الصدمة ديت، وإزاي فعلا وإنت في فترة الدراسة تكون جاهز لسوق العمل وتتجنب الصدمة اللي بتحصل ليك في أول يوم شغل ليك بعد التخرج. كتير مننا لما بيتخرج بيحس ان في فجوة كبيرة بين اللي درسه في الحياة الجامعية وبين الموجود فعليا في الشغل. طب يا ترى ليه ده بيحصل؟ ببساطة لان الحياة الجامعية او الدراسة في الحياة الجامعية بتدينا البيزكس، يعني بتدينا الاساسيات والنظريات، انما الحياة العملية المفروض بتعتمد على حاجات تانية، بتعتمد على مهارات، بتعتمد على تجارب، بتعتمد على ناس مختلفة. فالمفروض تبقى مجهز نفسك بكل الامكانيات دي عشان تقدر تتأقلم مع الشغل والحياه العمليه. طب دلوقتي السؤال المهم، عرفنا ان في فجوه بين الدراسه والحياه الجامعيه وبين الحياه العمليه والشغل، فازاي ان احنا نقدر نسد الفجوه دي؟ فان شاء الله في فيديو النهارده نتعرف على 5 خطوات ازاي فعلا نقدر نسد الفجوه دي. اول نصيحه معانا انك لازم تستغل فتره الدراسه عشان تتعلم المهارات العمليه. مثلا لو انت في كليه هندسه، اتعلم انك تشتغل مشاريع بسيطه، يعني مثلا بتشتغل على برامج تصميم زي اوتوكاد، السوليد وورك، اتعلم انك تشتغل او تستخدم البرامج دي في تطبيقها الحاجات اللي انت درستها بالفعل. اتعلم مشاريع بسيطه، يعني مش شرط المشروع ده يكون حاجه خلتها في الكليه كهوم وورك ولازم تشتغل عليه، لا، شوف مشاريع بسيطه انت ممكن تدور عليها عادي على النت وتشتغل المشاريع دي بايدك وتخلي حد يراجعها لك وتبدا تشوف انت اخطات فين او تسلمها. سواء المشاريع دي ممكن حاجات حتى فريلانس وتاخد عليها مقابل مادي، او حتى حاجات مش تاخد عليها مقابل مادي. المهم هتتعلم انك تطبق الحاجات النظريه اللي انت بتاخدها على مشاريع عمليه. ده هيزود انك تقدر تتعلم المهارات العمليه وانت في فتره الدراسه. او مثلا وانت في كليه تجاره، اتعلم تشتغل على برامج زي الاكسل مثلا، حاجات متقدمه بقى على الاكسل، زي مثلا انك تعمل تحليل بيانات او اعداد تقارير ماليه. كل ده هيزود مهاراتك العمليه علشان تقدر وتكون مستعد لسوق العمل بعد التخرج. تاني نصيحه معانا انك تتدرب، فالتدريب هو المفتاح. على سبيل المثال مثلا مروان بيدرس اي تي، قدر ان هو يحصل على تدريب صيفي او ينزل تدريب صيفي في شركه تكنولوجيه بتقدم بعض الخدمات التكنولوجيه، فقدر ان هو في الشركه ديت يطبق اللي درسه في الشبكات، وقدر كمان يكون علاقات كويسه جدا. فبتنزله تدريب صيفي مش بس ان هو علمته ان ازاي مثلا يكتسب مهارات جديده او يطبق الحاجه اللي درسها في سوق العمل، لا، ده كمان ساعدته ان هو يبني علاقات قويه جدا، وكمان يجهز سي في قوي يكون عامل كويس ليه جدا وعامل مساعد ليه كبير جدا انه يلاقي شغل مناسب بعد التخرج، وانه ما يقعش بالفجوه الموجوده بين الحياه الدراسيه او الحياه اللي في الجامعه والحياه العمليه. ثالث نصيحه انك لازم تبني شبكه علاقات قويه جدا. طبعا قوه العلاقات ده مثال انا عشته بنفسي. حد خريج كليتنا، حد ما شاء الله كويس جدا بس كان تقديره جيد، في ناس كتير كان تقديرها جيد جدا وامتياز وخريجين هندسه بترول، لكن كان صعب يلاقوا شغل. وهو كان من اوائل الناس اللي اشتغلت، الا لم يكن اول الناس اللي اشتغل. وكان السبب في كده بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى انه كان فتره الكليه كان بيبني شبكه علاقات قويه جدا، سواء بقى من خلال مشاركته في الانشطه الطلابيه او بيطلع تدريب صيفي، فكون علاقات قويه جدا كانت العامل الاساسي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان يقدر يحصل على شغل بعد التخرج. حصل على شغل برضه، قدر يتاقلم في الشغل ده وما حسش بصدمه زي ما نقول في فجوه بين الدراسه العمليه والتخرج، مع ان كان تقديره جيد، بس قدر ان هو يسد الفجوه ديت. وما شاء الله هو دلوقتي محضر دكتوراه وفي مكانه كويسه جدا في اعلى الشركات. فده كان سبب قوي وسبب رئيسي ليه ان هو كان باني شبكه علاقات قويه جدا في فتره الدراسه. رابع نصيحه معانا انك لازم تستثمر في نفسك. لو كنت في مجال مثلا زي البرمجه، فتعلم انك تستثمر في نفسك في فتره الاجازه الدراسيه، يعني او حتى لو فتره الدراسه بس بشكل زي ما قلنا قبل كده ما ياثرش على دراستك الاساسيه وما ياخدكش اصلا من امتحاناتك ودراستك في الكليه. تستثمر في نفسك انك تتعلم مهارات جديده، مثلا على منصات زي كورسيرا، يوديمي او غير كده. ممكن تروح وتتعلم لغات برمجه جديده مثلا. لغات البرمجه ديت مش هتكون بس حاجه ان هي تعلمك مهاره جديده، انها ممكن تكون هي الاساس اللي هتستخدمه في شغلك بعد التخرج، فهيساعدك انك فعلا تسد الفجوه بين الدراسه النظريه اللي انت درستها في الكليه والحياه العمليه. خامس واخر نصيحه معانا انك لازم تكون مرن وتتعلم حاجات جديده. العصر اللي احنا فيه طبعا مش بيقتصر انك بتكون بتتعلم مهاره واحده بس، انما خليك مستعد انك تتعلم حاجات جديده. الحاجات الجديده ديت ممكن يعني تبقى بعد كده انك تعمل كارير شيفت وتشتغل الحاجه ديت اصلا،
زي مثلا ممكن انت كنت في هندسه ومثلا درست مبيعات شويه، فلقيت نفسك شاطر في المبيعات، فبدات تشتغل في المبيعات وفي المجال ده، او في مجال التسويق او الديجيتال ماركتنج، درست فيه شويه فلقيت نفسك كويس وعندك شغف في المجال ده، ولقيت نفسك شاطر فيه، فقدرت انت تكمل فيه وعملت كارير شيفت من الكليه اللي انت كنت بتدرس فيها للحاجه اللي انت اتعلمت فيها مهاره جديده او اتعلمت حاجه جديده. او ممكن حتى الحاجه دي مش تخليك تعمل كارير شيفت، انما هتساعدك فعلا انك تسد الفجوه اللي احنا قلنا عليه في الاول. المهاره الجديده ديت هتساعدك انك تسد الفجوه بين الدراسه النظريه اللي انت درستها في الكليه وبين الحياه العمليه اللي هتقابلك بعد كده. في النهايه عرفنا ان في فجوه فعلا بين الدراسه النظريه والحياه العمليه، بس في النهايه اعرف كده ان النجاح في الحياه العمليه بيعتمد على استعدادك انت نفسك، واستعدادك انك تتعلم مهارات جديده وتواجه التحديات بالخطوات اللي احنا قلنا عليها، وانك تتعلم كل يوم انك تاخد خطوه لو صغيره تقربك فعلا لهدفك، وانك تؤمن وتقدر تحقق اللي بتحلم بيه. في النهايه لو وصلت للحظه دي بالفيديو فشكرا ليك جدا على مشاهده الفيديو للنهايه. اتمنى الفيديو يكون فعلا قدر يوصل لك معلومه وحاجه تقدر تستفيد بيها. فلو استفدت بالفيديو فعلا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصل الفيديوهات ديت لناس اكتر، ويقدر يوصلك فعلا كل جديد بينزل على القناه، وتشوف فيديوهات جديده تكون فعلا سند ليك في حياتك. شكرا ليكم، سلام.